أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد بالصور إطلالة مميزة للفنانة سيرين عبد النور. تمتلك النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ذوقا خاصا يجذبها لكل ما لفت وغير معتاد في عالم الموضة والأزياء، فهي متابعة جيدة لخطوط الموضة لتختار من بينها ما يتناغم مع قوامها الأنوثي الجذاب. وفاجأت سيرين عبد النور متابعيها بأحدث إطلالاتها التي شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام. وبدت سيرين عبد النور بإطلالة شتوية لافتة، حيث ارتدت بدلة سوداء نسقت فوقها بلطو شفاف عكس ما تحته صمم مشمع وزينة بأزوار سوداء كبيرة، فيما انتعلت حفبوت بكعب عالي. واختارت لم خصلات شعرها الوراء ديل حصان، وارتدت نظارة شمس غامقة اللون متناغمة مع ملامحها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكارا السوداء ولون النود في الشفاه. سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977، مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية. اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح. ولدت سيرين في العبدية لأب لبناني وأم يونانية. درست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة. بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء. كان أول عرض أزياء تشارك به بعرض ملابس خاصة بموسم عيد الميلاد لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية عام 1994. شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية كلام الناس. وفي بداية عام 1998 بدأ بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية. وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. وفي عام 2003 حصلت على أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي. وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي. وزع صيتها في مصر والعالم العربي منذ فيلم رمضان أبو العالمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها عام 2008. وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت، وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري. يقول الناقد محمد حسين حجازي عن دورها في الفيلم: تزين الفيلم سيرين عبد النور بجمال خاص جدا رغم حضورها كضيفة شرف كرمي لفيلم لبناني. وتراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام، وعادت عام 2009 للشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأتهم مع أحمد عز. ودخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك كل جديد من القناة. شكرا لكم.